باليورو كنا نقول انه ما زلنا نعتقد دولار 57، ولكن يعني اذا اقعد على الديفنسيف ولا يعني اذا باخذ يعني اعتبار الدفاع، يعني اقول انه يمكن يعني اذا قصه الاسواق الماليه تزداد سوءا، يعني سواء كانت بالنسبه للبطاله في الولايات المتحده ولا اذا كانت من قصه ابو ظبي ولا يعني اذا نرى 7% ولا 5% خسائر بالاسواق الماليه، طبعا هذا نعتقد انه يمكن باليورو ان ينزل الى حوالي دولار و47 ودولار 46، ولكن أنا يعني اعتقد انه سيكون هناك دعم قوي في دولار 46. اما في الباوند طبعا ذلك يعتمد اذا هناك بنوك انجليزيه يعني بريطانيه تقول انه احنا عندنا اكسبوجر في الخليج، ولكن يعني ارى انه في هناك احتمال حوالي اكثر من 60% انه الباوند سيلجا الى حوالي دولار 62 وحتى دولار 61، واي ارتداد الى دولار 66 ودولار 67 هو هناك فرصه للبيع في الباوند. نعم، اشكرك اشرف العايدي فعلا على كل هذه المعلومات. اذا هذه كانت جوله بالنسبه للعملات حسب نظره اشرف العايدي، لكن بالنسبه لاحوال الاسواق الاوروبيه يبدو انها تعود لتسجل ضغوطات. كانت اليوم افتتحت على بعض الارتفاعات خصوصا بالنسبه للفوتسي، وكان مخالفا للكثير من المؤشرات الاوروبيه، لكن حتى الفوتسي اذا يعود ليسجل تراجعات، وحاليا تراجع تتجاوز النصف نقطه. بالنسبه لليوروفيرس 300 اكثر من 1%. الكاكارانت ايضا قريب من النقطه. الداكس الالماني واضح كانت اليوم طوال فتره التداولات من البدايه كانت الداكس والكاكارانت على تراجع. السويسري ايضا يتراجع، وايضا بالنسبه للبلجيكي. نذهب الى القطاعات اذا المؤثره على اوروبا. المصارف اكثر من 1.3%، وطبعا هي محطوطه على المحك. المصارف في هذه المرحله ليست فقط في بريطانيا، تقريبا في كل دول العالم. الموارد الاوليه ايضا تراجع باكثر من 1%، ونلاحظ الى حد ما هناك بعض